في مشهد يعكس عودة كرة القدم اليمنية إلى الواجهة بعد طول انتظار، انطلقت منافسات الدوري اليمني لكرة القدم وسط أجواء حملت الكثير من الشغف الجماهيري والإثارة الفنية وعودة المدرجات إلى نبضها الطبيعي، وكأن المستطيل الأخضر يستعيد ذاكرته مع صافرة البداية الأولى للموسم الجديد. افتتاح الجولة جاء على وقع مباريات حملت طابعاً تنافسياً قوياً، حيث نجح فريق السد في تحقيق الفوز على ضيفه سلام الغرفة بهدف دون رد، حمل توقيع مصعب المزري في الدقيقة 8 ليسجل أول أهداف الموسم في الدوري اليمني. هدف بدا وكأنه إعلان رمزي لانطلاق مرحلة جديدة من المنافسة وسط حضور جماهيري منح اللقاء دفئاً وإيقاعاً خاصاً منذ اللحظات الأولى. وفي مواجهة اتسمت بالصلابة والتكافؤ، تمكن التضامن من حسم مباراته أمام فحمان بهدف وحيد أحرزه عمر جولان في لقاء ظل مفتوحاً على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة، حيث لعبت التفاصيل الصغيرة دوراً حاسماً في ترجيح كفة التضامن وسط حضور جماهيري أعاد إلى الأذهان روح المنافسة الحقيقية في الملاعب اليمنية. كما وصل شباب البيضاء بدايته الإيجابية وحقق فوزاً مهماً على الهلال الساحلي بهدف دون مقابل في مباراة اتسمت بالانضباط التكتيكي والحذر، قبل أن تحسم بتفصيلة هجومية واحدة كانت كفيلة بخطف النقاط الثلاث وسط حضور جماهيري منح المواجهة بعداً إضافياً من الحماس والدعم. في المقابل، لم تستكمل مواجهة العروبة واتحاد إب بعد تأجيلها نتيجة عدم جاهزية أرضية الملعب عقب الأمطار التي هطلت على محافظة إب، في مشهد يعكس التحديات التنظيمية واللوجستية التي ما زالت ترافق انطلاقة الموسم رغم الزخم الكبير الذي يرافق عودة الدوري. ومع امتداد الجولة تتواصل الإثارة في أيامها القادمة، حيث يترقب الشارع الرياضي مواجهات قوية غداً بين اتحاد حضرموت وشعب حضرموت في لقاء يتوقع أن يكون جماهيرياً بامتياز نظراً للتاريخ والمنافسة والحضور المتوقع في المدرجات، في مباراة تحمل طابعاً خاصاً من الحماس والندية. كما تقرر إقامة المباراة المؤجلة صباح يوم الجمعة لاستكمال منافسات الجولة، قبل أن تختتم فعالياتها يوم السبت بمواجهات من العيار الثقيل يتصدرها ديربي العاصمة صنعاء بين الوحدة والأهلي في قمة تحمل كل ملامح التنافس التاريخي، إلى جانب مواجهة أخرى في مدينة المكلا تجمع بين المكلا واليرموك في مشهد يؤكد اتساع رقعة المنافسة وتنوعها الجغرافي. وبين انطلاقة مثيرة ومواجهات مؤجلة وقمم منتظرة، يبدو أن الدوري اليمني هذا الموسم يكتب فصله الأول بأسلوب مختلف، حيث تمتزج العودة الكروية بالشغف الجماهيري وتتشكل ملامح بطولة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة وتعيد لكرة القدم اليمنية حضورها التدريجي في المشهد الرياضي، وسط آمال بأن تكون هذه الانطلاقة بداية لمرحلة أكثر استقراراً وتوهجاً في قادم الجولات.